قد نرى يحيى جبران المتوسط ميدان الوداد البيضاوي افضل لاعب داخل القاره. يعني ممكن جدا ان تذهب الجائزه لاحد لاعبي الاهلي المصري. افضل منتخب بدون شك سيفوز به المنتخب المغربي. المنتخب المغربي. هل تعتقد بان المغاربه سيسيطرون على الجوائز بسبب قوه اللوبي المغربي ووصول المنتخب المغربي الى الدور نصف النهائي ثم بعد ذلك اقامه هذا الحفل في المغرب؟ لا، راح يسيطروا على الجوائز محمد، راح يفوزوا تقريبا بكل الجوائز، وهذا راجع للضغط على اللوبيات في كرة القدم. السلام عليكم، مرحبا بكم. هادو الجزائريين قال لك سيدي بغاو يفوزوا باحسن منتخب واحسن فريق واحسن لاعب واحسن نادي واحسن حارس، كلشي هادشي بغاو يفوزوا به. وواخا ما تاهلوش للدور الثاني في كاس افريقيا، تقساو في الدور الاول معليش، ما تاهلوش كاس العالم معليش ماشي مشكل، ولكن خصهم يدوا كلشي، والا اللوبيات والعدسيات ديال المغرب هما السبب. تابعوا وشاهدوا معنا هذا الفيديو ديال هاد الاخوان الجزائريين. ما تنسوش اللايك والبارطاج باش يوصلهم هذا الفيديو، واللي ما دارش معنا اشتراك فضلا منكم ديروا معنا اشتراك. ابقوا معنا. قد نرى يحيى جبران المتوسط ميدان الوداد البيضاوي افضل لاعب داخل القاره. يعني ممكن جدا ان تذهب الجائزه لاحد لاعبي الاهلي المصري. افضل منتخب بدون شك سيفوز به المنتخب المغربي. المنتخب المغربي. هل تعتقد بان المغاربه سيسيطرون على الجوائز بسبب قوه اللوبي المغربي ووصول المنتخب المغربي الى الدور نصف النهائي ثم بعد ذلك اقامه هذا الحفل في المغرب؟ لا، راح يسيطروا على الجوائز محمد، راح يفوزوا تقريبا بكل الجوائز، وهذا راجع للضغط على اللوبيات في كرة القدم. نفس الرأي ميدو. نعم نفس الرأي. فاز بجائزتين. لماذا قلت أن المنطق هو لا منطق؟ لأنه كيف مباراة بين أكبر ناديين في إفريقيا وكأنها مباراة افتتاح السنة ثانوية لا نعيرها أي اهتمام. نعم. هنا ترى بأن وكأنه لا منطق يسود في الاتحاد. إلى من ستذهب هذه الجائزة؟ أرى مدرب صن داونز الأوفر. اسمعني منيح. لماذا؟ الفريق أراها حتما اتحاد العاصمة مثلا. إذا اتحاد العاصمة لماذا؟ وإذا الأهلي لماذا؟ اتحاد العاصمة فاز على الأهلي. نعم. استند على فوز اتحاد العاصمة على الأهلي وفوزه بلقبين إفريقيين. لقبين إفريقيين في موسم. لقبين إفريقيين في ظرف 4 أشهر. حتى لو بالنسبه لاحسن مدرب اعطيها لعبد الحق بن شيخه. هو اللي لو نتكلم لك على الفريق فقط محمد. نعم. في ظرف وجيز فريق صن داونز هو من يلعب احسن كره في افريقيا على حسب رايي. نعم. ومدربه المرونه التكتيكيه التي يتمتع بها، وشفته اكثر من مره رايته في المباريات، مدرب ذو كفاءه او مدرب شاب. ولكن لما تشوف انت اتحاد العاصمه يفوز على الاهلي في ظرف 4 أشهر بعد فوزه في الاتحاد في الكاس الكونفدراليه، انا بالنسبه لي منطقيا اتحاد العاصمه ومدربه هو من يستحق الجوائز. حتى لاعبين اتحاد العاصمه من يستحقون الجوائز. نعم. انا لي شخصيا اعتقد بان اتحاد العاصمه لقب كاس الكاف، لقب كاس السوبر، دونك هو الافضل في افريقيا هذا الموسم. أكيد. نعم. كما يقول لك احنا بالعاميه تهضر بلي تيتر. لكن يقول لك اتحاد العاصمه لم يفوز بالدوري الجزائري مثلا. لكن هل يحسبون الدوريات المحليه؟ لا اعتقد. الدوريات الافريقيه، المنافسات القاريه هي الأهم. يقول لك كيف تمنح جائزه افضل فريق في افريقيا لفريق لم يفوز بالدوري الجزائري؟ لكن فاز بكاس الكاف وفاز بالسوبر الافريقي والسوبر الاسباني. بالسوبر الافريقي على حساب نادي الاهلي المصري. لذلك صحيح انه دوري ابطال افريقيا سي جولور كما يقول لك، يعني لقب كبير. نعم. افضل لقب ربما للانديه في كل قاره. نعم. لقب دوري الابطال. لكن في الجانب المقابل الفريق الاخر فاز بالسوبر وفاز بكاس الكاف. نعم. قد يمنح اتحاد العاصمه جائزه افضل فريق في افريقيا، افضل نادي وليس افضل. نعم محمد، حتى ولو فاز بالدوري الجزائري يقول لك المنتخب تاعهم ما تاهلش الى كاس العالم. ما دخل المنتخب. علاش؟
ما دخل المنتخب في الجوائز؟ الكاف اليوم راه ما تمشي ما عندهاش ضدك. منطقة. تمشي ضدك محمد. نعم. خلينا من المنطق. لو فاز اتحاد العاصمه بالدوري الجزائري وبالكاف يقول لك لا المنتخب تاعهم ما مشاش نعم. نهائي كاس العالم. زين الدين بلعيد وبنبوط وايمن محيوس مرشحون لجائزه افضل لاعب داخل القاره الافريقيه، يعني افضل لاعب محلي في افريقيا. ممكن. صعب الامور. صعب الامور. شكون اللي كاين في القائمه الاخرى؟ نعم، اعطينا القائمه من فضلك. ميدو، حظوظ ثلاثي الجزائري تبدو ضعيفه وافره. هذه افضل حارس، هذه قائمه افضل حارس. افضل حارس يا فيها بنبوط. نعم. وافضل لاعب داخل القاره مرشح فيها زين الدين بلعيد، اسامه بنبوط، وكذلك ايمن محيوس. ربما في ثلاثي الجزائري الاوفر حظا، اقول حظا هو زين الدين بلعيد، لانه نعم. قدم موسم رائع مع اتحاد العاصمه في المنافسات القاريه. ايمن محيوس ربما ضربة جزاء نهائي شان لا تزال في الذاكرة. بنبوط موسم رائع مع اتحاد العاصمة في كل المنافسات. يبقى وأنه مرشحين لاعبين على شكل علي معلول لاعب النادي الأهلي، أيضا يحيى جبران المغربي، بالإضافة أيضا وجود تقريبا يحيى عطية الله المدافع الأيسر لنادي الوداد. فيه لاعبين ربما حظوظهم تبقى كبيرة، ولو أنه السنغاليين أيضا والمالي. نعم. الآخر 8 لاعبين جارة. مصريين يا ميدو مرشحون لجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا. المنتخب المصري متشكل عنده 10 لاعبين محترفين، وبما أنه هو الفائز بدوري أبطال إفريقيا ممكن جدا يختاروا واحد والباقي من كلهم لاعبي الأهلي. لاعبي الأهلي. أرى أنه الاتحاد الإفريقي يميل كثيرا إلى كأس رابطة أبطال إفريقيا محمد. نعم. وكأن كأس الكونفدرالية هي أقل مستوى من رابطة أبطال إفريقيا، وهذا أمر حقيقي. ولكن لو ندخل مثلا سوبر كوب، أنا قلت لك هي مباراة ثانوية بالنسبة للاتحاد الإفريقي، وأرى ولو أنه بالعيد آخر من سجل في ضربة جزاء، نعم. وكان له الأثر الإيجابي مع فريق اتحاد العاصمة سواء في البطولة أو حتى في كأس الكونفدرالية في المباراة النهائية ضد أحسن اللاعبين في إفريقيا ضد الأهلي. أرى أنه الأهلي ربما الأوفر حظا وسيختارون أحد لاعبي الأهلي. الشحات، ربما عبد المنعم، ربما كهرباء، ربما الحارس الشناوي. انا نقول للحارس محمد، الحراس هنايا راح يكون بنبوط والشناوي. نعم. لو نشوف بنبوط يعني نعم. بونو أيضا مرشح لجائزة حتى بونو مرشح. نعم. لا يعطي بونو. الشناوي ايضا يكون عنده حضور. الشناوي يعتبر من احسن الحراس في افريقيا، ولكن محمد لما تحضر كاس العالم تبطل الكاس الافريقيه. لكن هذا امين لم يجرى في شوف 2010 لما الاتحاد المنتخب الاسباني فاز بكاس العالم بفضل كبير من انيستا، ولا ياخذ كاس الكره الذهبيه مثل ميسي. يعني هنا شوف باش ما نغلطوش الراي العام ونوليو كرة قدم. انيستا في ذلك الموسم مع برشلونة كان مصاب طيلة الموسم. مع منتخب اسبانيا راه شوف لي ستاتيستيك ديالو، سجل هدف في النهائي، اعتقد سجل هدفين فقط في الدوره. لو كان على الاهداف في كاس العالم 2010 كان يديها دافيد فيا، هو اللي خرج هداف البطوله. ديغو فورلان يعني كاس العالم هنايا ما وزنش. تحب تقول اذا كان بونو يوزن عليه كاس العالم مثلا وصل النهائي وفاز بالثلاثيه، فاز بكاس اوروبا والشناوي فاز برابطه الابطال. ولما تحضر كاس اوروبا تغيب رابطه الابطال. نحن رانا في الكاف اليوم امين، رانا في الكاف دوك نتبعوا المقاييس تاع اليافا ولا تاع الكاف. لا احد رايناه وجد الوصفه لمقاييس سواء الكاف او حتى الجوائز الاخرى. ربما سيمنحونها لكهرباء ميدو. لا اعتقد. ربما الشحات قد يكون افضل لاعب داخل القاره، ولا لاعب اخر من الاهلي، وقد يكون هنالك بيرسيتاو. نعم. لا اعتقد. ربما يعتبر افضل جناح في القاره حاليا. لا ميدو. اعتقد مع الاهلي وما يعني